لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، والنهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة جدا شفناها في الشورتس. هنعمل الميدالية على شكل دونتس. طبعا ممكن نعملها ميدالية، ممكن نخليها مجرد قطع دونتس مش ميدالية، تكون يعني للعب وكده للبنات. اللي هنحتاجه في الدونتس دي لونين، الاساسي واللون الفروستنج او الجزء اللي هو السكر اللي بيكون فوق. اللون الاساسي هنستخدم لون بيج، طبعا هي قطع صغيرة فبتاخد بواقي خيوط. هنستخدم لون بينك ده للفروستنج معانا. هنحتاج كمان الوان مختلفة من خيوط، بواقي خيوط عندكم. مش شرط يكونوا نفس نوع الخيط اللي هتستخدموه في الدونتس، عشان دول هنعمل بيهم القطع اللي هي بتكون السبرينكلز الصغيرة دي، فمش بنحتاج خالص كمية كبيرة. هنحتاج إبرة تنظيف للخياطة معانا، هنحتاج أكيد كمان المقص. والإبرة اللي أنا هستخدم إبرة 3 إلا ربع مليمتر، اللي هي يعني 2 و3/4. زي ما انتوا عارفين الرقم دايما بيضايقني في انه يظهر. دي 2.75، يعني 3 إلا ربع. تمام. هنبدأ طبعا اذا انتوا حابين تعملوها ميدالية فهنحتاج السلسلة دي كمان معانا. طيب هنبدأ باللون الاساسي، هنعمل 10 سلاسل. هنعمل طبعا الاول عقدة بداية، هنعمل 11 سلسلة، 1 2 3، عشان في كل سلسلة من دول هنعمل غرز حشو. يعني عايزة يكون عندي 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هعمل في تاني واحدة من الإبرة غرزة حشو. هخلص 10 وارجع لكم عشان نشوف الدور التاني هنعمله ازاي غرز حشو، لاخر الدور يكون عندنا 10. طيب خلصنا 10 في الدور الاول، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، والدور التاني كله هيكون تزايد، يعني 10 غرز حشو هحولهم 20 غرزة حشو. في اول غرزة عندي هعمل 2 حشو مع بعض، وفي كل غرزة هتقابلني من 10 الباقيين هعمل فيهم تزايد. هخلص هنتهي ب20 غرزة وارجع لكم نكمل مع بعض. طيب كده بقى عندي 20 غرزة في الدور التاني. بنفس الطريقة هنرتفع سلسلة ولف الشغل، وهشتغل دورين دلوقتي في كل غرزة غرزة واحدة، يعني هنتهي ب20 غرزة حشو. في كل غرزة هعمل غرزة واحدة، وده هيكون على مدار دورين، التالت والرابع. هخلصهم الدورين وارجع عشان نشوف هنكمل شغلنا ازاي. طيب خلصنا كده الدور التالت والرابع وانتهينا ب20 غرزة حشو. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هبدأ اضيف اللون اللي انا هشتغل بيه الفروستنج، سواء كان بينك او اخضر او ازرق او بني. لو انتوا عايزين تعملوا شوكولاتة يعني اللون واختياره يرجع لكم، في افكار كتير. هنبدأ نعمل غرزة سلسلة عشان نرتفع بعد ما شبكنا الخيط، ونلف
ونشتغل الدور ده في كل غرزة واحدة. يعني عايزة انتهي برضو ب20 غرزة حشو، وهنقص الخيط البيج على مسافة لان هنحتاجه في الخياطة. تمام، هنقصه على مسافة معقولة، ونبدأ نكمل الدور ده كله بغرز حشو، وارجع نكمل شغلنا مع بعض. طيب خلصنا كده الدور، معانا 20 غرزة. بس عايزة اقول لكم قبل ما نكمل ان احنا هنحتاج كمان كمية فايبر قليلة جدا، عشان هنحتاج ان احنا نحشي الدونتس بتاعتنا. طيب الدور اللي بعد كده هنعمله ازاي؟ هنرتفع بالسلسلة، وفي كل غرزتين مع بعض هعمل تناقص. هشتغل كل غرزتين مع بعض، يعني هنتهي من الدور ده ب10 غرز. كل غرزتين هعملهم تناقص عادي، مش مخفي او مختفي او حاجة. هدخل اجيب الخيط واطلع، يبقى عندي حلقتين. ادخل في اللي بعدها واجيب الخيط واطلع، هيبقى عندي التلاتة. هلف الخيط واعدي منهم كلهم، وهكمل كده تناقص في كل غرزتين مع بعض، وانتهي ب10 غرز. وارجع لكم نشوف الدور الاخير هنعمله مع بعض ازاي. طيب خلصت الدور في تناقص، وبقينا عندنا 10 غرز. هعمل سلسلة والف الشغل، وابدأ اشتغل في كل غرزة عندي. زي ما انتم شايفين كده بدأ الشكل يتاخد كده معانا على الشكل اللي احنا عايزينه ويتكون معانا. هدخل في اول غرزة اعمل غرزة حشو، في كل غرزة اعمل حشو، يعني انتهي ب10 غرز حشو في الدور ده. برضو هخلص ال10 غرز وارجع لكم تاني عشان نشوف هنخيط ازاي القطعة في بعضها. خليكم معايا. طيب كده خلصنا الدور الاخير في 10 غرز. اللي انا هعمله ان انا هقص الخيط برضو البينك على مسافة كويسة، واسحب الخيط. هيبقى عندنا الشكل كده قوس اهو، تمام، ناحية بيج والناحية التانية بلون الفروستنج. اللي انا هعمله الخطوة الاولى دلوقتي ان انا هشبكهم في بعض من هنا. هسيب الفتحتين، هسيب الفتحة دي والفتحة دي، وهشبك بس الجزء اللي في الوسط ده بأي لون، يعني مش هتفرق بأي لون. انا هستخدم اللون البينك واشبك بيه في الحتة اللي هي في الوسط، بحيث يبقى متكون عندي زي اسطوانة على شكل قوس عشان ابدأ ان انا احشيها. يبقى اللي انا هعمله دلوقتي ايه؟ ان انا هخيط. طبعا الفتلتين اللي هما القصيرين دول حاولوا تخلوهم على مسافة شوية، بس دخلوهم ما تقصهمش ولا حاجة، احنا يعني يبقوا جزء من الحشو، بس خلوهم على مسافة مش على الطرف كده، لجوه شوية على الناحية اللي هتكون لجوه. طبعا مش فارق اي ناحية تقرروا انها تكون لجوه ولا بره، لان الاتنين نفس الشكل تماما. انا شغالة رايحة جاية، فدور عدل ودور مقلوب، فمش فارقة اي ناحية. يعني عايزين ده الوش اوكي، عايزين تقلبوه كده ويبقى ده الوش اوكي. انا هعمل كده الوش عشان دول خلاص بقوا جوه، اللي هما الفتلتين القصيرين. وهبدأ ان انا اخيط القوس بتاعي من الجزء اللي في الوسط فقط. يعني هسيب فتحة على اليمين وفتحة على الشمال عشان ابدأ ان انا احشي الفايبر منهم. انا هروح وارجع كده اهو يمين من هنا لهنا، تمام، عشان اقفل الجزء اللي في الوسط من القوس بتاعنا اهو. شايفين داخله خارجه، ومفيش مشكله اما البيج يكون فيه اللون البينك. اصلا الجزء ده مش هيبان خالص في القطعه بتاعتنا، بعد كده هيبقى تحت ومش هيبقى باين كده. انا اوصل بس نهاية الفتحة الناحية التانية، مش هقفلها، انا بس بعمل قلتلكوا الجزء اللي في الوسط لازم اسيب الفتحتين عشان احشي منهم او من خلالهم الفايبر بتاعنا. كده انا وصلت للنهاية. هسيب الخيط ده برضو لان هنحتاج ان احنا بعد ما نحشي نخيط البينك في البينك بالبينك، وهنحتاج ده
البيج ده عشان نخيط البيج في البيج، واحنا بنخيط البيج كمان هنشبك معانا حلقة الميدالية. طيب انا كده اهو، شايفين المنظر بقى عندي ازاي متكون، مقفول من هنا ومفتوح من هنا ومن هنا زي الاسطوانة. بقول لكم الفايبر عندي بسهولة جدا هتبدأوا ان انتوا تحطوه في فتحة من الفتحات. هقسمه جزئين، جزء هحشيه من هنا وجزء من هنا بظهر الابرة، وهبدأ ان انا ادخله كده واحشي لحد ما الاقي الشكل عندي يعني بقى مناسب، وشكله خد الانتفاخ المطلوب للدونتس بتاعنا. هحشي من ناحيتين عشان يبقى سهل عليا، ما اضطرش ان انا الف الفايبر وازقه للناحية التانية. انا كده مثلا حشيت كفاية الناحية دي، ابدأ اجي في الفتحة التانية وادخل فايبر كويس عشان وانتوا بتخيطوا ما يبقاش بيجي معاكم في الابرة بتاعة الخياطة ويضايقكم. هندخل الناحية التانية ونحشي برضو بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم هتحشوا لحد ما تحسوا ان انتوا الدونتس بقت متناسقة يمين وشمال مع بعضها. برضو ما تقلقوش من ان الفايبر يبقى باين من خلال خيط البينك، لان احنا هنحط سبرينكلز ممكن نتحكم في تغطية الفايبر اللي هيبقى باين بان احنا نحط الخيوط اللي هنستخدمها في التطريز بتاع السبرينكلز. فمفيش مشكلة ان يبقى محشي كويس، متقوش مش هحشي كتير عشان ما يبقاش ظاهر من خلال الخيط كده. مفيش مشكلة اهو، شايفين انا كده حشيت بطريقة معقولة جدا اهو، شايفين بقت عاملة ازاي. الخطوة اللي جاية دلوقتي ان انا هبدأ الاول اخيط البينك تمام في بعضه. ازاي؟ انا هخيط الجزء ده في الجزء ده، هفضل رايحه جايه لحد ما اخلص البينك، يعني بحيث يبقى دايره، يعني انا هقفل كده البينك في البينك تمام. فهخيط من هنا لهنا وبعدين ابدا اطلع بره لحد ما اوصل للنقطه دي، هيبقوا قفلوا في بعض. هوريكم هنعملها ازاي. وهعمل البيج بنفس الطريقه، وبس الفرق ان انا وانا بس بخيط البيج كمان في بعضه هدخل معايا حلقه الميدالية. طيب اهو بالبينك دخلت نبقى الخيط البيج اهو، شايفين بقيت من هنا لهنا، بس هشد بقى تماما عشان اوصل القطعتين ببعض. وانتوا بتخيطوا تشدوا الخيط عشان القطعتين يقفلوا على بعض، وتخيطوها بطريقة يعني الغرزة والغرزة المقابلة عشان الدايرة تبقى متناسقة، تبقى دايرة مظبوطة تمام. لان طبعا ده الدور ده ليه، يعني هو نفس الدور ده الناحية التانية مقابل ليه الناحية التانية اهو، شايفين كده. وتشكلوها بايديكم وانتوا بتخيطوا. هكمل او اخر غرزة او اكمل كمان غرزتين عشان احكم تماما قفلة الدونتس بتاعتنا في الجزء البينك اهو كده تمام، اتقفلت معايا. هبدأ ابعد بالخيط البينك جوه البينك غرزتين 3 كده، وما تشدوش قوي عشان ما يبقاش فيه زي اندنتيشن او حاجة كده داخلة لجوه باينة انها مشدودة. بس مجرد ما الخيط بس ما يخرج خلاص، يعني ما تشدوش قوي تمام. اهو انا كده بعدت مسافة كويسة، دخلت مرتين قصيت الخيط بالإبرة. هخيط البيج بنفس الطريقة. قبل أول غرزة هعملها هدخل بس الحلقة عشان تبقى في الوسط هنا. شايفين أنا هنا في الوسط، شايفين مفتوح ازاي. هخيط كده ده في ده اهو على انها تكون لي دايرة. قبل ما اعمل اي حاجة هدخل كده هنا وابدأ ان انا اجيب الحلقة بتاعتي اهو دي وادخل فيها عشان اعمل 3-4 غرز حواليها اثبتها بيهم تمام. اهو عملت غرزة، ادخل تاني واطلع من جوه الحلقة، بدخل وادخل واطلع من نفس جوه الحلقة تاني بتاعت الميدالية عشان اثبتها. عملتوا حسيتوا 2 كفاية، 2 كفاية، حابين تعملوا واحدة 3. انا بفضل ان انا أأمنها اكتر واعمل 3 أو 4
عشان ابقى ضامنة ان هي تبقى ثابتة ومربوطة كويس، يعني شكلها ماسك في مكانها. هعمل واحدة اخيرة، بدخل واطلع من خلال الحلقة نفسها. دلوقتي انا هدخل هنا بعيد بقى عشان اشد كويس عشان الحلقة تبقى خلاص ممسوكة. شايفين اهي كده شكلها اهو تمام. والف بقى هنا عشان اشوف انا الخياطة بتاعتي هتمشي ازاي. اهو هدخل في اول البيج خالص عشان اقفل تماما الفتحتين مع بعض ونكون الدايرة مظبوط. وبنفس الطريقة اللي عملنا فيها في البامبا انا هبعد برضو بالخيط مسافة عن المكان مرتين او 3 وبعدين اقصه بحيث برضو يبقى متأمن وما يتفتحش معانا ولا يخرج ولا الشغل يفك خالص. اهو كده اتأكدت ان خلاص قفلت القطعتين مع بعض، او هي القطعة واحدة قفلتها على بعضها. وبعدت اهو زي ما انتم شايفين مكان بعيد عن انا فيه. واعمل كمان الحركة دي مرة كمان اهو بعيد هنا، حابين كمان مرة تالتة. اهم حاجة ما تشدوش قوي وانتوا بتخيطوا في المرحلة الاخيرة دي عشان زي ما قلت لكم ما يبقاش باين ان الشغل في حتة داخلة او حتة طالعة. وده كده اهو شكل الدونتس بتاعنا مع الميداليه. ما خدتش وقت خالص، انتوا مش متخيلين انها بتاخدش وقت نهائي. ممكن تكون مشروع حلو جدا. انا عامله كميه كبيره هنا عشان هدايا البنات صحاب بناتي في حفله عيد ميلادهم. فبدل ما قلنا نجيب لعبه من بره وما تبقاش ليها يعني معنى قوي او تكون حاجات بتترمي وما بيهتموش بيها، دي ممكن حاجه تكون ذكرى حلوه وتفضل معاهم يعلقوها في شنطهم بتاعت المدرسه يبقى شكلها حلو. زي ما قلت لكم احنا عندنا فكره الالوان اهو بتختلف. احنا دلوقتي هنعمل سبرينكلز على القطعه دي بفكره بسيطه جدا. هي خيوط مختلفه من الالوان زي ما قلت لكم. هعمل لكم بس لون واحد عشان افهمكم الفكره، وانتوا بعد كده هتكملوا بنفس الطريقه باقي الالوان. تستخدموا 3 أو 4 الوان ومن كل لون تعملوا منه 5 أو 6 قطع من السبرينكلز. حته خيط صغيره ما تبقاش كبيره خالص. وبعدين هنبدا نعمل ايه. انا ما بعقدش ولا حاجه، انا بدخل اهو على مسافه مثلا نص سنتي وبطلع بالخيط واسيبه، يعني بشده ما بطلعهوش للنهاية، بسيبه كده تمام. ببقى شايفاه من هنا وبعدين ابدأ ادخل تاني واطلع من نفس المكان انا طلعت منه عشان نكون اول سبرينكل عندنا اهو. شايفين منتهى البساطة. ما تشدوش قوي عشان ما تفكش عشان دي اول واحدة. وبعدين ادخل هنا في نفس المكان اللي خرجت منه وابعد شوية اروح في اي مكان تاني. القصة دي بتتعمل بطريقة عشوائية ملاش اي خالص يعني تحديد اماكن ولا عدد ولا الوان ولا اي حاجة. تعملوها على ذوقكم تماما. تختاروا حتى مقاسات السبرينكلز مش لازم تكون بالظبط نفس الحجم، واحدة كبيرة واحدة صغيرة نفس الفكرة كده. تعملوا 4 أو 5 أو 6 من اللون الواحد تمام اهو كده. وبدخل تاني واطلع مثلا انا عملت كده 3 زي ما انتوا شايفين اهو. هدخل اعمل كمان واحدة هنا. مسافات بينهم برضو ملهاش اي تحديد في اي حاجة، يعني الموضوع عشوائي تماما زي ما انتوا شايفين شكله يعني ماشي ازاي معاكم. ادخل مثلا هنا وابدأ اعمل واحدة كمان اخيرة من اللون ده تمام اهو. وبنفس الطريقة بعد ما هخلص العدد اللي انا عايزة اعمله هبعد بالخيط مسافة. هروح في اي مكان بعيد عن اخر واحدة واطلع برضو ما شدش الخيط قوي اهو. واعملها كمان الحركة دي مرة كمان
في نقطة تانية بعيدة، وما شدش الخيط. اهم حاجة ما تشدوش الخيط قوي. وبعدين هتقصوا الخيط بتاعكم على نهاية ما انتوا سحبتوه. تمام. لو باقي حتة كده ظاهرة ابدأوا دخلوها بظهر الإبرة جوه الشغل، مش هتبقى باينة خالص معاكم. كده احنا عملنا لون واحد. لما بتكملوا اكتر من لون بيبقى الشكل النهائي عامل كده. انا هنا عاملة بقول لكم كمية كبيرة عشان الوان مختلفة، درجات من البامبا والموف. عاملة هنا كمان شوكولاتة. لو حابين تعملوا دول لسه ما عملتش ليهم السبرينكلز. عاملة دونتس ازرق، عاملة دونتس اخضر. يعني الالوان لا نهائية، ممكن تحطوا كل الالوان اللي انتوا بتحبوها. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير للفيديو، واراكم باذن الله في فيديوهات تانية جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو.